السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في اقتراح جديد. لكن قبل نسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إذا وصفتنا لهذا اليوم غتكون سهلة بسيطة، وصفة صيفية بلا قلي بلا حتى شي حاجة، متكونة من الخضر فقط. تابعوا معي الفيديو إلى الأخير وإن شاء الله تعجبكم كل ما كنقدم لكم في هذه القناة. فبسم الله على بركة الله. مبدئيا عندي هنا الربيع اللي هو خليط ما بين القزبور والمعدنوس، وكذلك 2 ديال الفصوص من الثوم. عندي الملح، كذلك الكمون، فلفله حمراء، سكينجبير والابزار، وكذلك حبوب القزبره اللي عندنا مطحونين، واللي توفر ليه الزعتر يديرو. كندير عاده الزعتر لكن اليوم للاسف ما توفر شيء، فغادي نزيد صلصه الصوجه، وكذلك مقدار ديال نص كاس ديال العنبه من زيت الزيتون. ما تستغربوش من كميه الزيت لان غادي نشرملو بزاف ديال الاشياء، يعني بحرا غادي تكفينا هاد الشرموله هذه. بظهر ديال الملعقه كنحاول نخلط المكونات مع بعضهم اولا العطريه مع الزيت حتى يعني كتخلط لينا مع ديك الثومه وكتولي لنا خليط واحد. خليو العطريه ديالنا على جنب، وناخذ هنا 2 ديال القطع من صدر الدجاج، يعني صدير ديال الدجاجه وحده، وكتبقاو نتوما كتمشيو على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. خديت واحد السكين وبديت كنوضع هكا كيف ما كتشوفوا معايا ثقوب في الصدر ديال الدجاج باش تخلي هذيك الشرموله وحتى في الطياب ما يتعطرش لينا. وضعت الصدر ديال الدجاج في الشرموله اللي وجدت، وغادي نحاول يعني نغطيهم مزيان من الجهتين حتى كيتغلفوا بشكل جيد بالشرموله كامله. كتجي هاد الشرموله هذه كتجي لذيذه بزاف. صافي كناخذ القطع هادو ديال صدر الدجاج وغادي نوضعهم في طبيسيل قدامي بيد ما نكمل الباقي ديال المكونات تكون تشربت ليا مزيان العطريه. عاد نرجعوا ليهم ونشوفوا حتى هما الطريقه ديال الطهي ديالهم. صافي انا غنخليهم يرتاحوا على جنب ونمشيو نكتشفوا الخضيره اللي غادي نستعملو كامله. عندي 2 حبات من الباذنجان، كذلك البطاطا، فلفله مطيشه والقرعه، وعندي كذلك 2 مزودات كيبقاو اختياريين يعني الناس اللي كيحبوا الحار. قطعت الخضره كامله كيف ما كتشوفوا معايا على شكل طولي او على شكل اصابع، كيف القرعه بحال الفلفله الدنجال كذلك مطيشه، وكذلك البطاطا حتى هي قطعتها اصابع غلاضين شويه ماشي بحال البطاطا فريت. والحار ديالنا بطبيعه الحال حتى هو غادي نستعملوه. غادي ناخذ واحد اناء اللي غادي نبدا نخلط فيه شويه بشويه. كندير المقدار ديال الملعقه ديال هذيك الصلصه او هذيك الشرموله اللي وجدت، وكنوضع اول شيء القرعه كنشرملها، ثم الفلفله، ثم الدنجال. يعني كل مره درت خضيره كندير ملعقه ديال العطريه اولا ديال الشرموله. الباقي اللي بقى ليا ديال الشرموله هو اللي كنخلط فيه اخر شيء اللي هي البطاطا. خديت صينيه الفرن اللي من الافضل انها تكون مفرشه بورق الزبده، ووضعت فيها البطاطا اللي مقطعه كيف ما كتشوفوا معايا اصابع بالشكل غليظ ماشي رقيقه، واستفتها في صينيه الفرن على هذا الشكل هذا. ما تكونش وحده على وحده، كلهم لازم ما يتسرحوا على هذا الشكل لان غادي نطيبوها في الفران دائما، يعني كنحاولوا نقادوها. ونفس الشيء كذلك غادي نديروه بالنسبه لجميع الانواع ديال الخضره اللي شرملنا. كتشوفوا معايا حتى صينيه الفرن الثانيه فرشت لها ورق الفرن، ثم وضعت الدنجال والفلفله وحتى القرعه مطيشه حتى هي شرملتها بنفس الطريقه ودرتها في الوسط. وهذيك الحبات ديال المزاود حتى هما شرملتهم شويه بالشرموله ووضعتهم حتى هما. غادي نشعل الفران ونخليهم يطيبوا من التحت ومن الفوق على نار مهيله. بالنسبه هنا للدجاج ديالنا او صدر الدجاج، فانا كذلك وضعت ورق المطبخ او ورق الفرن في واحد الطنجره او اناء، تقدروا ديروا حتى طنجره الضغط كتعطلش لينا في الطياب فما نحتاجوش شيء. الوقت يعني اللي وضعنا الخضره تطيب في الفران كنكونوا وضعنا كذلك الطنجره ديالنا طيب على البوطه وكيطيبوا لينا في مره واحده بدون ماء ولا زيت ولا حتى شي حاجه. يعني غير هذوك العطيريه اللي درنا فيها زيتها غتشوفوا معايا ان هذاك هاد العطريه هذه غتطلق زيتها وغتطلق ماءها فيها غادي تطيب.
صافي وضعت صدر الدجاج على هذا الشكل، استقطرت عليه ديك شويه اللي بقى ليا في داك الطبيسي اللي كنت واضعه فيه، ونجمعها على هذا الشكل. ثم غادي نغطي هاد الكاسرونه هادي، انا درت كاسرونه لانها مجموعه وغادي تسهل الطياب ديالهم وغيطيبوا بسرعه. وغادي نوضعها على نار اللي مهيله بزاف ونخليها طيب الوقت الكافي اللي يكون طابت لينا فيه الخضره. بالنسبه للباقي ديال الشرموله حتى حاجه ما غادي تضيع. ضعت لها شويه ديال الماء، تقريبا غير واحد جوج ديال المعالق، وغادي نوجد واحد الصلصه اللي غتكون كمرافق لهذا الطبق هذا. عندي حبه ديال المطيشه مع حبه صغيره ديال البصله، وغنوضع عليها هاد الشرموله هذه بدون ما نضيف حتى شي عطريه ولا حتى شي حاجه. غادي نطحن هاد المكونات هادو الطحانه الكهربائيه، يعني بدون ما نسلقوهم. غادي نحاولوا يعني نطحنوهم يعني قدر الامكان، ولكن بلا ما نصفيهم. انا ما غاديش نصفيهم، ولكن الا بغيتو تصفيوهم وتجيكم الخليط اولا الصلصه ملساء تقدروا تصفيو الخليط باش كتجيكم بديك الشكل اللي بغيتو نتوما. صافي غادي نحاول انا نطحنها، ثم غادي نوضعها الكسرونه اللي غادي طيب ليا فيه هاد الصلصه. بما ان اللون ديالها جا فاتح فغادي نضيف شويه ديال التحميره، تقدروا ديروا مركز طماطم، قطعه صغيره من السكر، وملعقه كبيره من الخل. كتجي هاد الصلصه هذه مختلط المذاق ديالها الحلاوه مع الحموضيه ديال الخل. الا بغينا نديرو حتى الحار نديروه، ولكن انا بما انني درت المزاود فما غنحتاج شيء. خلط مزيان وضعها على نار مهيله حتى طيب ليا هاد المطيشه هذه مع البصله، ونطفيو عليها النار. في هذا الوقت هذا كان صافي وجدت ليا الطبق ديالي. الخضره اللي كانت في الفران راها تحمرت، يعني الوقت اللي شدات لينا ديال الطياب هي نص ساعه. نار متوسطه كيف ما قلت لكم، طيب من التحت ومن الفوق. اما بالنسبه للدجاج فحتى هو طاب يعني نفس الوقت من الوقت اللي غنبغيو نقدموا فيه يعني الغدا ديالنا قبل نص ساعه نوجدوا هادشي كامل ونديروه في الفران وحنا مغديين غدا بسيط وسهل ولذيذ. النار كما شفتوا معايا راها قليله، انا وريتكم العافيه شحال. الصلصه حتى هي طابت. بالنسبه للخضره استفتها على هذا الشكل هذا، ووضعت الدجاج اولا صدر الدجاج يتحمر في الفران شويه، ولا حليتو عليه لقيتو محمر ما كاينلاش. كذلك هنا وضعت الصلصات، وهذيك المزيوده قطعتها في واحد طريسل صغيور. هنا بالنسبه لصدر الدجاج فهو صافي كتشوفوا معايا ان تحمر، ما خليتوش يعني وقت طويل في الفران، غير بدا كينشف هكذا وبدات كتطلع ليه الحموريه، لان غادي يجينا بطبيعه الحال محمر ما فيهش جلده فغادي يقصح لينا. لذا غادي نخليوه غير شويه، غير الوقت اللي غادي تبدا تذهب اللون ديالو صافي كنطفيو عليه النار. شفتوا معايا كيفاش كتجي الدجاج ديالنا طايب من الداخل واللوين ديالو محمر من الداخل ومن برا، ولكن من الداخل كتشوفوا اللون ديالو ابيض، ولكن راه شارب العطريه وشارب هذيك الشرموله. صافي غادي نقطع صدر الدجاج على هذا الشكل ديال الدوائر، كيبقى لكم الاختيار دائما في التقديم. خديت هاد القطعات ديال الدجاج ونوضعهم في الوسط ديال الطبق. رافقت الطبق ديالي بالزيتون اللي محمض وكذلك عصير البرتقال. وهكذا نكون وصلت معكم للنهايه ديال الوصفه، وكنكونوا حصلنا كما قلت لكم على غداء مميز، غداء اللي هو صحي بدون زيوت بدون قلي في وقت قصير بزاف. ما تخيلوش الوقت اللي وجد فيه هادشي هذا كامل، يعني وقت بسيط بزاف. الخضره هذا الوقت ديالها ديال الصيف، غداء اللي هو منعش واقتصادي. نتمنى انكم حتى نتوما تجربوا هذه الوصفه هذه في البيوت ديالكم ولوليداتكم، وكونوا اكيدين انها غادي تعجبكم وانها غتكون وصفه منعشه ان شاء الله. فاتمنى عن جد ان الوصفه تكون عجبتكم. فإلا عجبتكم خليوا لي لايك، قولوا لي شنو الراي ديالكم دائما بتعليقاتكم اللي كتشجعني وكتحفزني. كنشكركم على حسن المتابعه. الا كنتم زوار جدد كنطلب منكم انكم تشتركوا، كذلك تفعلوا زر الجرس. الى اللقاء، الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.